الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح، والشيء اللي ما تعرفوش وما تفهموش وما تعرفوش ما تخشوش. ده اللي انا عايزه اقوله في الفيديو بتاعي النهارده، نصيحه للناس كلها، للي بيخشوا المجال دوت بدون وعي وجهل منهم، عايزين كده يخشوا يعني ايه، لا انا هخشه، عارف يقولك عافيانه، بيبقى في منتهى الغباء، وللأسف بيدخلوه بجهل منهم وبيجي بأكبر أذى عليهم. أنا بتكلم بناء على قصص حقيقية لناس أنا أعرفهم، والله العظيم فعلا يا جماعة اتأذوا أكبر أذى بعد ما دخلوا في مجال السحر، إن هم يقروا في كتب السحر. أنا مش بقول لكم عن الدجالين والسحرة والمشعوذين، لأ، أنا بكلمكم عن الناس العادية اللي بتشتري كتب سحر، بغض النظر عن الكتاب دوت كتب تانية خالص بيشتروه وبيخشوا يقروه وبيبقوا عايزين يعني يخشوا فيه اكتر، عارف يقول يتوغلوا ويتوغلوا ويستمروا وينتشر ويستمر وينتشر ويسير للامام، ويجي كل مادة يدخل اكتر فاكتر في الموضوع بيتطور بشكل مؤسف جدا جدا، وبيتأذى اكبر اذى وهو مش واخد باله، والاذية بتاعته بتكبر اكتر واكتر. والله العظيم انا اعرف ناس قرت في كتب سحر وهم ما لهمش اي علاقة بالكتب دي، ولدرجة ان هم اتأذوا وفضلوا فترة طويلة جدا لا عارفين ان هم يطلعوا من الحالة اللي كانوا فيها، شبه يعني حالة نفسية او شبه جنون، محدش عارف كان ايه اللي جالهم. كانوا بيضحكوا لوحدهم بلا اي اسباب، كانوا بيحسوا انه في حد معاهم، كانوا بيقولوا كلام غريب، كانوا بيقولوا عن الناس الاشخاص اللي حواليهم ان هم ما يعرفهمش، او بيقولوا ان هم اشخاص تانية، كانوا بيروحوا لناس تانية خالص، يعني مجرد ممكن جيران او ناس بيشوفوهم بيشوفوا محلاتهم يقولوا لهم مثلا انتوا قرايبنا، انتوا مش عارفة اهلنا، ابونا، اخونا. والله العظيم يا جماعة أنا كل كلمة بقولها حقيقة، وفضلوا على الوضع ده فترة طويلة جدا. مع السنين عدت كتيرة جدا جدا، بس قل الموضوع عندهم، بس للأسف ما راحش بنسبة 100%، ولسه فيه بواقي أذى، في ناس بتوصل معاهم لجنون، في ناس بتوصل لمرحلة أسوأ فأسوأ. يا جماعة حاجة دي مش تبعكم، انتوا بتخشوا فيها ليه؟ بتتعمقوا فيها ليه؟ بتقروا فيها ليه؟ حاجة انتوا متعرفوش ليه بتخشوا في حاجة زي كده؟ سحر وجهل ده كفر، استغفر الله العظيم من كل ذنب. ليه كده؟ بتأذوا نفسكم وممكن تأذوا الناس اللي حواليكم، وممكن يجي في المكان اللي انتوا فيه جن، وممكن يبقى جن كافر ويبقى يقلب الدنيا دمار، وممكن يحصل حاجات مصايب في الشقة اللي انتوا بتبقوا قاعدين فيها وفي حياتكم، وتتأذوا انتوا شخصيا. فنصيحة من اختكم، بلاش تروحوا وتغوصوا في مجال زي دوت كله اذى وشر وان انتوا تحسبوا ان انتوا هتقروا فيه بس من باب العلم بالشيء، لا، ده من جهل بشيء وضرر عليكم انتوا نفسكم. نصيحة، انا مش هذكر اسماء، بس انا بقول لكم عن قصة حقيقية حصلت وشفتها فعلا، وكنت قريبة منهم جدا جدا من اللي اتأذوا دول، وربنا يرحمكم برحمته. حصنوا نفسكم بالقرآن الكريم وأذكار الصباح والمساء، صدقوني فالله خير حافظا هو أرحم الراحمين، وابعدوا عن المجال ده خالص حتى من باب الفضول. سلام.